تعالوا نعرف ايه هي الاعراض اللي لو ظهرت عليا تخليني اشك ان انا عندي روماتويد او التهاب المفاصل الروماتويدي. خلينا نعرف الاول ايه هو التهاب المفاصل الروماتويدي. هو اضطراب مناعي بيخلي جهاز المناعه يهاجم الانسجه الخاصه بالجسم وخاصه بالمفاصل، واعراضه بتكون بسيطه ومش مؤلمه، بس ده ما يمنعش ان في اعراض تانية زي انك تحس بالتعب والارهاق وان جسمك مكسر اغلب الوقت كأن عندك دور برد. كمان ممكن تدخل في اكتئاب، وده كله قبل ما يظهر اي ألم على المفاصل. بعد كده بيظهر وجع في مفاصل الجسم المختلفة زي الصوابع والكوع والركبة والكتف، وتدريجي الألم بيبدأ يزيد لغاية ما توصل انك ما تتحملوش غير بمسكنات. بعد كده بيبتدي يظهر حاجة اسمها التيبس الصباحي، ودي بتبقى غالبا اول ما تصحى من النوم. بتحس انك مش قادر تغير اي وضع من مفاصل ايدك او رجلك، ودي لانها بتكون شبه متخشبه ومش بتقدر تفردها، ممكن تفضل كده نص ساعه او اكتر، ودي للاسف بتكون مراحل متاخره من الروماتويد. اخر عرض بيظهر بيكون تورم في الركبه واحمرار وسخونه، وفي المرحله دي بتكون المفاصل ملتهبه جدا.